السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. رجعت لكم بقى في فيديو جديد، يا رب يعجبكم. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انزله. اول حاجة كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا نبدأ كده ونقول بسم الله. زي ما انتم شايفين كده، انا فضيت المنظمات اللي كانت عندي دي عشان مش نضيفة من جوه. بصوا، كنت حاطه هنا كده اللي هو العصير ده، فلزق كده وعمل. بصوا ازاي طلعت بقى كل الحاجات اللي كانت موجوده فيهم وحطيتها هنا كده على الرخامه. ده كده العصير اهو، اللي كان عامل اللي هو البودر ده اللي كان عامل كده. وكان عندي شاي فتله لقيته بايظ برضو موجود فيه، فرميت كل الحاجات دي. بصوا بقى، كان موجود هنا كده يعني في الدولاب اهو المكان بتاعها. فهظبط كده الدولاب ده وانضفه. بصوا برضو هنا الحاجه عايزه تترتب. وفوق هنا طبعا ده الدولاب بتاع الخزان بتاعي، فانا عايزه بقى ارتب كل ده واظبطه. فهبدا كده واحده واحده. اول حاجه هغسل بس الاول الحاجات دي عشان تنشف. وبعد كده ايه، امسح بقى الدولاب من فوق والحاجات واشيل المفارش كده واظبطها علشان يعني ارتب الحاجات دي. بصوا المفارش دي برضو عايزه تتشيل كده تتغسل، فهشيلها برضو اغسلها وانزل بقى كل الحاجات دي تحت. بس انا بس قلت ايه، يعني اوسع كده مكان في الرخامه الاول عشان بصوا الرخامات ملت هي حته صغيره، فهحط بقى في الارض. فهنا كده هشيل الحاجات دي والحاجات اللي فوق كمان كلها، وارتب بقى الدولاب يعني وكده، واظبطه واغسل المفارش وامسحه من جوه. وبعد كده ابدا ارص تاني. تعالوا كده اوريكم هعمل ايه واحده واحده، وخليكم معايا في الفيديو. بس اهم حاجه انزلوا حطوا لايك للفيديو ده لو عجبكم، واشتركوا في القناه. هنا بقى انا رتبت الحاجات اهي مكانها بعد ما غسلت دولت بقى وسبتهم كده لغايه يعني ما نشفوا. بصوا رتبت ده هنا كده، ورتبت الحاجات ايه دي هنا كده اهو. الخلطات بقى والماجي والخميرة والحاجات اللي انا بستخدمها والبيكنج باودر والحاجات دي حطيتها هنا. هنا بقى حطيت مثلا الرز والشوفان والحاجات التانية اللي انا بستخدمها دي. وهنا طبعا في حاجات كده برضو كنت طحناها فحطها في العلب دي اهي، هشيلهم برضو معايا. فهنا خلصت دلوقتي ايه ترتيب الحاجات دي كده. بصوا بقى، زي ما انتم شايفين انا نزلت كل الحاجات بقى اللي كانت موجودة كده فوق في الدولاب اهي، حطيتها هنا كده زي ما انتم شايفين اهي. بصوا بقى هنا الدولاب بقى فاضي اهو خالص، وفوق برضو. دلوقتي بقى بصوا، مش عارفه باين لكم ولا لا، بس كده المفارش مش نظيفه. فانا دلوقتي بقى هشيل كل المفارش دي اللي فوق واللي تحت هنا، وهغسلهم وانضف الدولاب كده من جوه عشان يبقى نضيف. بصوا هنا في حاجات كتيره واقعه اهي، بصوا عامله ازاي. هشيل بقى ده كده خالص. بصوا شايفين الحاجات اللي موجوده عليه، معرفش هي باينه لكم ولا لا، بس بصوا المكرونه والحاجات. هشيل بقى كل ده كده عشان انضف الدولاب من جوه، وبعد كده اغسل المفارش وافرشها تاني، وابدا بقى ان انا ارص الحاجات واحده واحده. فخليكم معايا كده وهوريكم برضو انا بعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده، دي المفارش اهي بعد ما غسلتها فيها الميه اهي. هروح بقى انشرها كده في البلكونه على ما اخلص بقى وامسح الدولاب وكده تكون هي نشفت، اجيبها وارص بقى. ف بس قبل اي حاجه بقى، وانتوا معايا كده متنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انزله. وانزلوا تحت كده بسرعه اكتبوا لي بقى تعليق حلو، وشكرا جدا على تفاعلكم معايا. خليكم معايا بقى لغايه اخر الفيديو. بصوا بقى، جبت الجلاسس ده همسح بيه، ودي الفوطه اهي. هبدا بقى امسح كده الحاجات اللي فوق دي، الرف كده. وبرده من فوق من هنا همسح الرف كله من جوه ومن بره وكل حاجه، حتى الباب بتاعه ده همسحه، هظبطه يعني كده كله من جوه. شايفين الحاجات اللي عليه دي كلها كده انضفها وامسح بقى كل حاجه. وبعدين بقى امسح الحاجات دي برضو بالفوطه. شايفين لان عليها حاجات، بصوا القلب عليها حاجات وكده. فهنضف برضو كل الحاجات بتاعتي دي، واشوف الحاجات اللي مدة صلاحيتها منتهية، عشان في حاجات اكيد بايظه هنا. يعني الدريم دي كانت من زمان خالص عندي، فاكيد يعني هشيل بقى الحاجات ايه اللي ملهاش لازمه وكده، واظبط الدنيا وارص الحاجات لغايه بس المفارش بقى ما تنشف كده، وبعدين ارصها احطها يعني في الدولاب هنا وارص. فتعالوا بقى كده ايه واحده واحده برضو معايا لغايه ما اخلص، هوريكم الشكل النهائي يكون عامل ازاي. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، خلاص المفارش اهي نشفت، جبتها بقى من بره. هبدأ بقى ان انا احطها هنا كده في مكانها. ماشي، هنا بصوا انا نضفت هنا خالص ومسحت اهو، بقى نضيف مفيهوش اي حاجة، وكل الحاجات اللي عليه نضفها. وبرده في الرف اللي فوق هنا برضو
مسحته كله بقى نضيف ما فيهوش اي حاجه. فانا بقى دلوقتي هحط المفارش ديت هنا كده في الدولاب في مكانها، وبعدين هبدا بقى ان انا ارص الحاجات دي فوق. انا مسحت كده الحاجات اللي هنا دي كلها، هبدا بقى ان انا ارصها فوق كده وهنا، وهوريكم بقى بعد ما اخلص خالص هيكون الشكل عامل زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. خلاص خلصت كده، رصيت اهو الحاجات كده، حطيت هنا كده الزيت ورا بعض. طبعا دي جوري عادي يعني وقعت حاجه فعادي. وحطيت هنا كده بصوا علب الملح دي اللي هي زي دي كده، بس انا حاطه دي قدامي هنا كده عشان مفتوحه. ورصيت بقى هنا المكرونات وهنا، وحطيت اللي هم مفتوحين برضو قدامي، وهنا كده الملح، وهنا ايه السكر والدقيق ورا. فده كده كان اول رف اهو زي ما انتم شايفين. تاني رف بقى بصوا كده هنا ده اللي هو المنظم ده، حطيت فيه الحاجات اللي في الاكياس وكده اللي هي التوابل والحاجات دي. وهنا بقى رصيت الحاجات كده زي ما انتم شايفين اهو. بصوا رصيتها كده، بصوا خليتها كده بالشكل ده. والحاجات اللي انا بقى مش محتاجاها طلعتها. وهنا البرطمانات اللي انا حاطه فيها الحاجات اللي انا بستخدمها كلها رصيتها بالشكل ده. فده كده الشكل بتاعه اهو زي ما انتم شايفين كده. قولوا لي بقى رايكم ايه كده، بقى حلو ولا لا؟ ولو في اي تعديلات اكتبوا لي في التعليقات اعملها. بس كده ده كان الفيديو بقى بتاع النهارده. فيا رب كده لو الفيديو عجبكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وان شاء الله اشوفكم فيديو تاني جديد على خير، ومع السلامه.